ودي اتعملت عشان موقف معين. شيرين دايما موعودة بالرجالة العرر. كنت تعرف ان اغنية يا ليل اتكتبت بسبب مشكلة شخصية لشيرين مع جوزها الاولاني؟ الاغنيه اللي عندك اللي مرتبطه يا عندك ليل. يا ليل. شيرين بنفسها في مقابلة مع عمرو الليثي قالت ان اغنية يا ليل اللي هي اهم اغانيها كانت بسبب ان جوزها الاولاني من قبل ما ينفصلوا عرفت ان هو راح خطب وهي لسه على ذمته. من غير ما يقول لك. من غير ما يقول لي راح. لا عرفت بقى. لا انا ما كنتش عايشه معاه في البيت. احنا كنا قررنا الانفصال. وبعدين عرفت انه راح خطب. شيرين بتقول ان هي طلبت من الشاعر يكتب حاجه بمعنى انا بيك من غيرك مش فارقه قدامك اهو لسه بغني. تعالى يا عم الشاعر انا عاوزه كلام بيقول كذا 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 وانت ايه انا بيك من غيرك مش فارقه. والحمد لله نجحت نجاح يعني منقطع النظير زي ما بيقولوا. هنا بتثبت مقوله فعلا ان المعاناه ام الفنون وان ممكن موقف شخصي يعمل عمل فني عظيم. طبعا انجح اغنيه عندي